السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا على قناة دنيا البرامج والألعاب. معكم أبو الرود فلتماني. حلتنا اليوم وشرحنا اليوم عن طريقة استخراج أو تفعيل الواتساب برقم أمريكي. طبعا الطريقة يا شباب قديمة، ولكن بنفس الوقت حديثة. التطبيق قديمي لأنه تطبيق معروف بريمو، راح يقول كل معروف تطبيق بريمو، ولكن تطبيق بريمو أصبح تطبيق بريمو ما يتفقن عند كل الأشخاص، والكل عم يعانوا من مشاكله. من أحد مشاكله أوقات ما بيعطي رقم، وأوقات بده التحديث ما بيتفعل معك، يعني ما بتحسن تسجل تطبيق، وأوقات بتحسن تسجل تطبيق بيعطيك رقم بعده ما بيعطيك رقم تاني أو ثالث. فهاي الأشخاص بيطلبوها كتير، يعني أكثر من رقم، وناس مثلا بيسجل وما بيطلع له الرقم. فلذلك لقيت طريقة جديدة لتفعيل تطبيق بريمو، وبسبب كثرة الطلبات على الرقم الأمريكي أو أي رقم لتفعيل الواتساب، فحبيت أشرح لكم إياه. فحبيت أشرح الطريقة وأفيدكم فيها. ما راح أطول عليكم بالفيديو على بركة الله. اول شيء نحتاج الى تطبيق الواتساب، اكيد الكل عنده واتساب. ثاني شيء راح نحتاج لتطبيق بريمو، طبعا راح يثبته من دون ما نفتحه. وثالث شيء راح نحتاج لتطبيق بارallel سبيس. هذا التطبيق كمان راح اعطيكم فكرة عنه. تطبيق هو تطبيق استنساخ التطبيقات. الكل يمكن بيعرفوا لانه عدت فترة تروج كتير التطبيق ونعرف. التطبيق بامكانك تستنسخ اي تطبيق، تعمل له نسخة تانية وتفعيل النسخة التانية على نفس الجهاز بدون روت. تطبيق رائع وجميل جدا. اول شيء راح ننزل تطبيق برا السبيس ونثبته. بعده نثبت تطبيق بريمو كمان ونثبته بدون ما نفتح اي تطبيق. والواتساب الكل عنده اياه اكيد، من الواتساب بندشه على طرف. اول طريقة قبل ما تسجل يا شباب، حبيت اعطيكم هالفكرة. اللي اجهزة حديثة وقت بسجل التطبيق بريمو، اذا كان لغة عربية فبيعطيك الرقم في المقلوب، يعني بيعطيك زائد واحد، وبعده بدل ما يبلش لك مثلا 200 او 613 او 267 من هذا الحكي، ببلش لك اياه في العكس من الاخير للبداية يعني. فلذلك راح يصير خربطة في استخراج الرقم أو تسجيل الرقم. فلذلك حتى ما تعمل هالشغلة فورا وقت التسجيل سجل غير لغة الهاتف إلى اللغة الإنجليزية وابدأ بالتسجيل. ما راح نطول عليكم مرة تانية، وراح نبدأ في الشرح على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نفتح التطبيق برا سبيس. راح يفتح معنا التطبيق بهذا الشكل. نسحب من اليمين لليسار، بعده كمان مرة تانية، بعده راح يفتح معنا بهذا الشكل. نضغط على رجوع ونضغط بعده على إشارة الزائد لأن نعمل نسخة تانية من تطبيق بريمو. مثل ما نكون لا تفتحوا تطبيق بريمو أبدا، فورا تفتحوه عن طريق تطبيق الاستنساخ. راح نضغط على تطبيق بريمو ونعمل له نسخة تانية. مثل ما كنا ملاحظين اخواني، هيك عملنا نسخة تانية للبريمو. هلا راح نعمل وحدة للواتساب كمان عملنا نسخة حتى نفعل التطبيق امامكم، نفعل الرام امامكم حتى ما حد يقول انه يعاني من اي مشكلة، يقول انه الطريقة مو شغالة. اول شيء راح نفتح تطبيق بريمو وننشئ حساب ونطلع رام. طبعا التسجيل بشكل عام الكل بيعرفوه، تطبيق تسجيل وهمي. راح نضغط على تسجيل اي اسم كمان تلاحظون، كمان هون اي اسم، اليوزر نيم كمان اي اسم. نحط الباسورد كمثال نحط 1 2 3 4 5، بعد 1 2 3 4 5. كمان بنعيدها 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. بعد نضغط على تسجيل. مثل ما عم تلاحظوا يبدأ الآن في التسجيل. مثل ما كنتم شايفين اخواني تم التسجيل في نجاح. هلا راح يطلب منك رقم، لا تسجل اي رقم. حط على اضغط على تخطي، كمان هون اضغط على تخطي. بعده بتضغط على القائمة كما تلاحظون. هون راح يعطيك الرقم مثل ما كنتم شايفين اخواني، 267، بعده 863، بعده 3 4 1 4. هلا راح نضغط على زر القائمة الوسط في وسط الموبايل. بعده نضغط على ندخل على تطبيق بانانا سبيس. هلا راح نفتح الواتساب لتفعيل الرقم. ننتظر شوي، بعده نضغط على تسجيل. بعده
نحط رمز دولي واحد بعده، ونبدأ في كتابة الرقم 67 بعده 863، ونتأكد من الرقم 863 بعده 3414 عفوا 3414 بعد ما نضغط على تسجيل. بعده هلا بيقول لك هلا انت متأكد من الرقم؟ اوكي متأكد. هلا ما راح يبعث لنا الكود مثل ما كنتم شايفين. هلا راح نضغط على اتصل ب، مثل ما عم تلاحظوا هلا راح يرن الموبايل. احتمال ما يطلع صوتي وقت المكالمة، ولكن راح تشوفوا كل شيء بعينكم. راح نضغط على اتصل ب. كما تلاحظوا اخواني، مثل ما كنتم ملاحظين اخواني، Your verification code is 928498. Your verification code is 928498. Your verification code is 928. مثل ما كنتم شايفين اخواني. 928. Your verification code is عفوا 928. مثل ما كنتم ملاحظين اخواني، تم تفعيل التطبيق، تم ادخال الكود. طبعا انا اجتني المكالمة باللغة الانجليزية لانه لغة الهاتف انجليزي. هلا راح نكتب اي اسم وراح نبدأ بتفعيل الواتساب مثل ما كنا شايفين. هلا بامكانك تعيد الطريقة اكثر من مرة، وبإمكانك تسجيل كمان أكثر من مرة مثل ما كنتم شايفين. نأكد لكم إنه مرة تانية راح يعطيكم رقم بإمكانك تسجل أكثر من مرة. هلا راح يعيد الطريقة نفسها للأشخاص اللي بده يطالعوا أكثر من رقم. هلا من أول شي بنروح على الضبط، بنروح على مدير التطبيقات، بعده على التطبيقات، ونبحث عن تطبيق بيرالل سبيس. بعد ما نضغط عفوا مو على تطبيق بريمو، بنروح على تطبيق بيرالل سبيس، نضغط عليه ونعمل له مسح الداتا، مسح البيانات، بعده كمان ايقاف اجباري. وبنرجع على التطبيق مرة تانية نفتحه، وبنضيف تطبيق بريمو. اسف على اطالة الفيديو، ولكن حابب اشرح لكم كل شيء بالتفصيل لحتى ما تعانوا من اي شيء. هلا راح نعمل استنساخ للتطبيق بريمو، بس حتى أكد لكم إنه بإمكانك تفعيل أي رقم، بإمكانك تفعيل عدة أرقام على نفس التطبيق على نفس الطريقة اللي أقدم لكم إياها. كالتسجيل السابق أي شيء وهمي، وهون كمان أي شيء وهمي على الباسورد، كمان أي شيء وهمي. عفوا كتبنا الباسورد بنفس المكان. بنعيد كتابة الباسورد مرة تانية، بعد ما نضغط على تسجيل. عفوا في خطأ بالباسورد، بعتذر منكم كتير، ولكن 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. هون كمان نكتب 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. نضغط على التسجيل. كما تلاحظون اخواني بدأ في التسجيل وتم التسجيل. نضغط على تخطي، كمان تخطي مرة تانية. مثل ما كن ملاحظين اعطاني رقم بامكاننا هلا تفعيله، رقم تاني بامكاننا تفعيله كمان على الواتساب. ما راح افعله قدامكم حاليا لانه فعلنا اول مرة، ما في داعي نفعل تاني مرة حتى ما نطيل بالفيديو. هلا راح نقول لكم اخواني هيك انتهى شرحنا اليوم. بتمنى اكون فدتكم. لا تنسى الاشتراك في قناتنا دنيا البرامج والالعاب واندرويد سوريا، وتنسى انضمام الينا على التليجرام كمان عالم توكسر ودنيا البرامج والالعاب، وعلى صفحاتنا بالفيسبوك اندرويد سوريا وايضا دنيا البرامج والالعاب. للانضمام سوف تجد روابط مواقعنا جميع أسفل الفيديو، وأيضا جميع روابط التطبيقات سوف تجدنا أسفل الفيديو بالوصف. تحياتي لكم، كان معكم أبو الرود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.